ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ جالي كومنتات كتيرة على اخر شورت اني انزل فيديو عن من هو مستر ترافيك. فانا النهارده جاي اكلمك عن واحد من اكتر الابطال المظلومة في عالم دي سي، والشخصية اللي مش هتتمنى ابدا انها تكون ابن خالتك. فلو عجبك الفيديو فاللايك بيساعد جدا، ولو انت لسه جديد في القناة فانا بتكلم عن قصص الكوميكس والمانجا وشخصياته، وناوي كمان انزل ملخصات منه. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومن غير كلام كتير خلونا نبدأ. بتبتدي الكوميكس واحنا بنشوف مايكل هولت وهو واقف على جسر ومستعد ان يرمي نفسه من عليه. بنشوفه وهو ماسك صورة مراته الحامل واللي ماتت في حادث مروري بشع، واحدة من أكتر القصص الحزينة في عالم الأبطال. المهم بنعرف إن هو حزين على موت مراته عشان شايف إن هو السبب في موتها، لأنهم كانوا بيتناقشوا عن أمر ما في الدين وهي سابته ومشيت متعصبة، ولكن حصل الحادث. بنعرف إن مايكل واحد من أذكى الأشخاص في العالم لدرجة إنه معاه 14 دكتوراه ومليونير معاه شركة تكنولوجية عملاقة. بنرجع تاني للحظة اللي كان هيرمي نفسه فيها، ولكن بيظهر عليه بلطجية عايزين يسرقوه، وهنا بنشوف سبيكتر. بالمناسبة لو عايزنا نتكلم عنه قولي في الكومنتات. المهم بيظهر سبيكتر وبيرعب اللصوص دول، وبيبتدي يتكلم ويقول لمايكل إنه ما ينفعش يموت كده، وبيوريه شخص تاني. الشخص ده بيكون مستر ترافيك. أول مستر ترافيك ظهر في الكوميكس واللي كان اسمه الحقيقي تيري سلون، واللي كان عنده برضه كل حاجة: العقل، الفلوس، القوة. ولكنه على عكس مايكل ما وقفش على الجسر عشان يرمي نفسه، ولكنه قرر إنه يحارب الجريمة. وكان عنده شعار واحد وهو اللعب النزيه. ساعتها مايكل ما كانش مقتنع في البداية لأنه مش مؤمن بوجود السحر أو الأرواح أو القدر، واللي هو شيء مضحك الصراحة عشان هو شايف واحد قدامه دلوقتي. المهم مايكل بيقتنع أخيرا وبيرجع بيته وبيعمل بدلته اللي مكتوب عليها اللعب النزيه. بيروح للبلطجية اللي حاولوا يسرقوه في البداية، بيحاول يوقفهم مش بقدراته الخارقة أو السحر بل بقدراته العقلية والتدريب اللي خضع له. قدر فعلا يوقفهم، بس هنا سبكتر كان عايز يقضي عليهم. هنا مايكل قال له إنه هياخد باله منهم وهيقرر إنه يتبناهم، وده كان اختبار من سبكتر واللي مايكل نجح فيه. بعد فترة بنلاقيه انضم لفريق اسمه العدالة الأمريكية. مش بس كده، ده كمان بقى القائد، وعلى مدار أعداد كتيرة قدر يثبت إنه فعلا شخص يستحق يكون القائد. في واحدة من القصص تم السيطرة على الجمعية دي، وفي وقت ما الكل كان قلقان مستر تريفيك ما كانش قلقان خالص، بل قدر إنه يحط خطط ضد كل المتحكمين بالعقول، وكمان بدون أي خسائر. وفي أكتر القصص اللي فعلا دوره برز فيها هي لما استخدم التي سفير عشان يحفز ذاكرة ألترا هيومنايد. وكمان كان ليه دور أساسي في قانون القاعدتين، وهو القانون اللي بيخلي فيه عدل بين الأبطال الخارقين والبشر، بحيث إن البشر كان واقف جنبهم ألترا هيومنايد، ولكن البشر بين قوسين أماندا وولر الست اللي بحسها قص المصايب بتقرر إنها تستخدمه كسلاح سري ضدهم. ولكن مستر تريفيك كان ضد كده، لأنه دايما محافظ على معتقده وهو اللعب النزيه، وإنه ضد فكرة إنه يبقى في سلاح سري ضد الأبطال. أما بقى بالنسبة لحياته العاطفية فالعدد باسم تشيك ميت ظهر فيها ساشا بوردر، واللي كانت حبيبة باتمان القديمة. نشأ بينهم قصة حب، وعلى الرغم إن هو وباتمان يعتبروا أصدقاء لكن بينهم دايما نزال، لأنهم من أكتر الأشخاص العبقرية في عالم دي سي. لكن باتمان بطبعه شكاك ودايما حاطط خطة احتياطية. وبقولي في الكومنتات لو عايز إني أنزل فيديو عن الخطط اللي باتمان جهزها لهزيمة الأبطال، لو بقوا أشرار طبعا. المهم ننتقل بقى لأكتر فقرة مفضلة عندي وعندكم، هي القدرات. زي ما قلت مايكل هولت ما تتمناش إنه يكون ابن خالتك. الراجل ده لو سألته إيه موهبتك هيقولك بكل بساطة إنه يقدر يكون عنده أي موهبة. عنده قدرات عقلية مبهرة جدا، عنده علم ومعرفة في مجالات كتير لدرجة إنه قادر يتعلم أي حاجة بسرعة. ده كمان قدر يعمل عملية صعبة جدا بمجرد ما قرا كتاب في الطب. لكن العلامة اللي بتميز مستر تريفيك هي التي سفير، كرة روبوتية فيها ذكاء اصطناعي متطور جدا بتطير حواليه. الكرات دي عندها قدرات عالية جدا، زي إنها تقدر تعمل هولوجرامات أو تشتغل كأجهزة اتصال، وعندها قدرة على اختراق أي جهاز كمبيوتر في العالم. ده غير إنها عندها القدرة على الطيران، والأجمد من كل ده إنها بتستجيب لأفكاره. إزاي حد كده كل شوية يقول جارفيس جارفيس؟ المهم ده كمان القناع اللي على وشه ده مش مجرد زينة، ده معمول بتقنية النانو، يعني مرتبط بجسمه على المستوى الجزيئي. قدرات القناع ده إنه يقدر يخليه يختفي في أي وقت يحبه، ده كمان بيكون مخفي عن أي أجهزة استشعار، حتى السحر ما يقدرش يحدد مكانه. ده غير إنه قدر يواجه دارك سايد ويبطأ من هجومه على الأرض. وبس كده. لو في أبطال خارقين تانيين عايزين نتكلم عنهم ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات. وفي النهاية حابب أقول جاست كده بيس.